أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. هل سمعتم عن فيلا الطيور؟ أو حد فيكم شاف فيلا الطيور؟ النهاردة هنتكلم عن فيلا الطيور، لكن في البداية أنا بعتذر لكم علشان صوتي تعبان شوية، أخدت برد شديد. الحمد لله على كل حال. المكان اللي قدامنا ده المسرح الروماني، كلنا عارفين إن هو موجود في منطقة كوم الدكة، وتعتبر منطقة كوم الدكة من أهم مناطق اسكندرية، لأن هي تعتبر مركز اسكندرية. طبعا احنا داخل المسرح الروماني، لكن مش ما نزلناش تحت عند المدرجات، احنا مشينا كده اتجاه المطافي. تمام. ودي الأماكن والبيوت اللي هي كانت خاصة بالعصر الروماني. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، كل المنازل دي كانت خاصة بالعصر الروماني والبيزنطي، لكن هي متهدمة كلها، والأدوات اللي هي قدامنا ما بين توابيت وأعمدة، وكانت في أدوات خاصة بالاستخدامات بتاعتهم متجمعة طبعا في أماكن من أماكن كتير تانية، يعني ما كانتش في نفس المكان. أما بقى عن فيلا الطيور، هي عبارة عن منزل فاخر يرجع تاريخه إلى العصر الروماني في القرن الأول الميلادي، وتم بنائها في عصر الإمبراطور هادريان من عام 117 إلى عام 138 ميلادية. زي ما انتوا شايفين كده قدامنا، المكان كله عبارة عن بقايا بسيطة جدا من المنازل، وهو مجرد يعني ده حجر الأساس منعدمة، يعني مجرد حجر أساس بس لوجود البيت أو التخطيط بتاع المنزل، لكن في الأرض مش قائم، يعني بيت قائم، لأ، دي البقايا اللي هي تخطيط المنزل بس في الأرض. وكمان لقوا فيلا الطيور، واللي هي بيقولوا عليها فيلا الموزاييك. في الحقيقة هما كان في أكتر من فيلا بيعود المكان ده أو المنازل والبيوت والفيلل دي تاريخها طبعا زي ما قلت لكم في العصر الروماني المبكر، لكن مع مرور الزمن اتبقى فيلا واحدة بس اللي هي موجودة حاليا، واسمها فيلا الطيور. قبل ما نشوف بقايا الفيلا، تعالوا نعرف ازاي اكتشفوا المكان ده كله. كانت جت البعثة البولندية مصر علشان كانوا بيدوروا على مقبرة الإسكندر الأكبر، اللي لسه يعني لحد الآن محدش عارف يوصل لها أبدا. جم مصر، المهم جت البعثة دي ولقوا مجموعة من التراب أو الرمال متجمعة كلها في المكان ده، فهم فكروا ان تحت الرمال دي يكون المقبرة بتاعة الاسكندر الاكبر، وبالفعل بدأوا ان هم يحفروا لحد ما ظهر من الحفر دكة، وكملوا حفر بعد كده لحد ما عثروا على المسرح الروماني. طبعا الحفر ده كان سنة 1960، واستمر الحفر حوالي 30 عام. احنا هنا نزلنا السلم علشان نوصل لبقايا فيلا الطيور، هنشوفها دلوقتي، وبقايا الفسيفساء والموزايك اللي هو فيها. الحقيقة زي ما احنا شايفين كل دي بقايا البيوت والمنازل العصر الروماني. طبعا زي ما انتوا شايفين قد ايه المكان، انا استمتعت بالمكان طبعا، لكن لما تروحوا تتفرجوا هناك، روحوا مجموعة مع بعض، يعني محدش يروح لوحده. الحقيقة أنا كنت رايحة لوحدي، وكان ساعة أذان العصر والدنيا هادية جدا. أنا كنت متخيلة إن في حد تحت في الفيلا، لأن رحت مرة زمان وكان في موظفين موجودين، لكن لما رحت المرة دي ما كانش في حد خالص. طبعا ده مدخل الفيلا. انا زي ما قلت لكم في الاول، هي بقايا فيلا مش كامله. تم بناء هذه الفيلا
طبعا في عظمة اسكندرية، فأوجه عظمة اسكندرية ومجدها في القرن الأول الميلادي. وفي القرن الثالث الميلادي تعرضت هذا المنزل أو هذه الفيلا لحريق كبير، اتحرقت واتهدمت كلها، وبعد كده تم إنشاء بعض المباني على أنقاضها، وده ساهم في الحفاظ على أرضيات الفيلا. وفي التسعينيات اكتشفت بعثة مصرية بولندية لوحات الفسيفساء الرائعة اللي كانت بتغطي أرضية الفيلا والغرف كلها بتاعتها، وتم عمل ترميم شامل لها دقيق جدا، لأن الحاجات دي حاجات صغيرة جدا، موزايك بيتركب جنب بعض في عام، وانتهى الشغل ده والصيانة في عام 1999، وتم تغطية المكان وحمايته بالكامل من العوامل الجوية، وتم افتتاح المكان ده أو فيلا الطيور في عام 2000، وسميت فيلا الطيور نسبة إلى لوحة الفسيفساء المرسوم عليها أنواع من الطيور، وكانت بتزين الأرضية. يعني أنا بصها، يعني الكاميرا مش جايبة قوي، لكن المبنى عتيق جدا. هنا حاطين ممرات خشب علشان ما ندوس على اهو. بص الأرضية دي من القرن الأول الميلادي، تخيلوا مرسوم عليها بالفسيفساء الحاجات الصغيرة دي طيور. أنا حاولت إن أنا أكبر بقدر الإمكان لكن ما جابتش. وهنا دي لوحة من القرن الأول الميلادي. بصوا الجمال والعظمة. على فكرة أنا بعتقد إن ده مش صليب، ده رسومات جنب بعض، علشان في الوقت ده ما كانتش لسه المسيحية انتشرت. القرن الأول الميلادي أنا على ما أعتقد، يعني اللي عنده معلومة يصحح لي. وهنا مجموعة طيور مرسومة من القرن الأول الميلادي. شوفوا العظمة والثراء اللي كانوا عايشين فيه الأثرياء زمان. الجمال ده. بصوا اللوحات دي، يعني اللي هيروح المكان هيستمتع قوي. هنا فيلا طيور دي بتدينا فكرة عن فخامة وجمال المنازل والفلل والبيوت اللي كانوا عايشين فيها طبعا أثرياء اسكندرية. وشوفوا يعني شوفوا مر قرون قد ايه، يعني انا مش عايزة اقول سنين، لا قرون، احنا بتفصلنا ما بينهم وبين العالم ده قرون طويلة. رغم التكنولوجيا اللي احنا وصلنا ليها، لكن هم متقدمين عننا كتير كتير قوي. ان شاء الله لما تروحوا تزوروا المكان هيعجبكم جدا، وهتشوفوا الحاجة على الطبيعة، وتشوفوا المكان قد ايه عظمة الرومانيين واليونانيين. بجد الناس دول كانوا بيحبوا اسكندرية، بجد كانوا بيحبوا مصر قوي، وكانوا بيدوها كتير. يعني في ناس هتقولي ازاي كانوا بيدوها؟ ما هم كانوا هم سابوا كل حاجة، يعني هم حتى لو عملوا حاجة في اسكندرية او في كده سابوها وسافروا، سابوها لنا. احنا عملنا ايه؟ احنا حافظنا عليها. على العموم اتمنى ان المحتوى يعجبكم، ودايما في حب اسكندرية نلتقي.